عايزين كده نعمل مقارنة ما بين الصورتين. طيب الصورة بتوضح ايه؟ ان في علاقة بين اتنين انتهت. لو العلاقة بقت خارج الإيقاع، محدش في بريطانيا بيقول end a relationship. هنا عندي relation دي كلمة وشيب كلمة، خليناهم الاتنين كلمة واحدة، بقت ايه؟ علاقة. end a relationship. الجملة دي تنفع في محضر بوليس أو تنفع في عقد إيجار. الأجانب بيقولوا مكانها إيه؟ break up. ليه break up أكتر شياكة؟ خلينا نقول الجملة they، يعني سامي and منى، هدى and علي، مالهم ended. خلي بالك اقول ايه بقى؟ end وبعدين الاي دي ended، يعني زي الاي دي كده ended. they ended their، ودي بضمير البوسيسيف adjective. تمام؟ ليه their؟ عشان they. خلي بالك من الحته دي، طالما هنا they هما يبقى ended انهوا the relationship، علاقتهم. relationship. حلو. إذا دي جملة ناشفة، كأنك بتقرأ خبر في جريدة رسمية عن نهاية موسم الحصاد. إيه الأفضل بقى في بريطانيا؟ لكن دي مش غلط، دي صح، بس إحنا مش بنسمعها في بريطانيا. أمال إحنا بنسمع إيه؟ بنسمع كده they هما broke up. طبعا broke الماضي من بريك عشان خلاص الفعل انتهى، يبقى they broke up. خلاص بس كده، خلاص they broke up، يعني فركشوا، يعني خلعوا، يعني كل واحد راح لحاله. فيها روح القصة والدراما اللي احنا بنحبها. طيب لما تحكي انت لصاحبتك عن واحدة، تمام، صاحبتكم، فبتقول لها ايه؟ نفترض مثلا منى قطعت العلاقة مع سامي، فركشوا. هنيجي نقول ايه؟ شي هي اللي هي منى، بروك اب، يعني ايه؟ ايوه، انفصلت عن. بروك اب with him. him دي بعيد على ايه؟ سامي او علي. my sister اختي broke up with her husband. خلاص انفصلت عن زوجها. يبقى هنا انا شلت شي وحطيت my sister. my aunt، my cousin بنت عمي او خالي. حط noun او حط pronoun. سهى broke up with علي. تمام؟ طيب هنا انت بتعمل ايه؟ انت بتبقى قايل ان هم خلاص انفصلوا، سابوا بعض، خلاص الاوتار انقطعت ومفيش رجوع. اذا كلمة end a relationship دي رسميات ومملة، لكن break up دي على الموضة وتبين انك انت فاهم لغة الشارع البريطاني. انت بقى، هل انت عمرك، تمام، بروك اب مع حد بسبب ذوقه في الموسيقى، ولا انت من النوع اللي بيستحمل عشان العشرة؟ قول لي في التعليق.